اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على القناه. معاكم نبيل، وخلينا نبتدي الفيديو كده بان احنا ندعي لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم ويقويهم على اعدائهم. والنهارده هنبتدي سلسله جديده اسمها تجارب بلبليه، هنجرب فيها اي حاجه غير مألوفه عكس المعروف. بص، اي حاجه غريبه هنجربها بحيث ان احنا ممكن نطلع باي اكتشاف جديد، باي معلومه جديده من عالم إيه اللي ممكن يحصل. والنهارده هنجرب اغرب ماوس انا جربته في حياتي حرفيا، الراجنوك ماوس وايرلس 2. الفيديو ده مليان كلام كتير جدا جدا مهم، فطبعا ما تنساش لايك شير اشتراك، ويلا بينا نعمل انبوكسنج ونرجع نشوف ايه الكلام. خلينا نشق كده من هنا، نتوكل على الله. والله البريد يعني عامل الشغل وحاطين ورق وبتاع عشان ما يبصش. دي التشوهات يا بريد يا مصري، لا اله الا الله. العلبه ده يا جماعه اتحجزت في البريد تقريبا شهر وشويه يعني او شهر عشان يعرفوا يفرجوا عنها. يعني العلبه يعني شكلها خنفشاري، بس هنا متدمره، مش فاهم ليه هم حاولوا يفتحوها من هنا تقريبا. البريد المصري عامل التاتش، بس هي العلبه قويه وبريميوم جدا جدا، يعني تحس انك شاري منتج غالي فعلا. نفتح من هنا مغناطيس، واو، سفنج هنا، السفنج مقشوط من هنا اهو. تقريبا هم كانوا شاكين ان انا ممكن اكون عاين حاجه هنا او متهرب لي حاجه من هنا، فراح قاطعينها. الملحقات ده مسند لراحه اليد، سلك الشحن، او ممكن تستخدمه برضو كدات عشان لو انت عايز تتفادى مشاكل الديلي بتاعت الوايرلس، وهنقيس برضو الديلي دلوقتي. كذلك بقى الماوس نفسه. بصراحه انا شايف ان تجربه الانبوكسنج فعلا حاجه يعني بريميوم جدا، ولكن انا مش عارف لو هم كانوا مفكرين ممكن اكون حاطط حاجه في الاسفنج هنا فقشطوها، مش عارف ولا هي لا ثواني، مش مقشوطه، دي مضغوطه، لان على الاغلب دي فضلت محطوطه فتره لحد ما فكيتها، يعني ضغط على الحته دي كده اهي. ده زيها، فلا الجمرك ما عملش فيها حاجه هنا يعني الحمد لله. يعني صديقي العزيز، فكره هذا الماوس قائمه على هدف يعني محترم جدا، ان هو يحافظ على المفصل بتاع الرسغ، وان هو يريح لك المفصل ده على قدر الامكان، لان انت في الوضع الطبيعي لما بتستخدم ماوس بتتحرك كده يمين شمال، ودي الحركه دي يعني مش المفضله بالنسبه للمعصم ده او عفوا للمفصل ده. الافضل ليه ان هو يشتغل كده. طبعا انت مش هتمسك الماوس بالجنب يعني، فاهم؟ وهنا بقى بيجي دور هذا الماوس، ان انت تمسك الماوس كده تبقى مرتاح جدا، بتبقى يعني الوضعيه دي هي الاكثر راحه بالنسبه للمسكه بتاعت الماوس. عندما وفعلا انا لما جربت العب بيه فتره لاحظت ان انا فعلا في نوع من انواع الشد بيحصل على المفصل ده لما بلعب فتره طويله بالماوس. انا ما كنتش حاسس بالموضوع ده، لكن حسيت ان بيحصل كده لما جربت الماوس ده فعلا، لان انا حسيت ان انا ايدي زي ما بدات زي ما نهيت السيشن فعليا، مفيش ارهاق على كف الايد، مفيش اي حاجه. الزراير على فكره سهل ان انت توصل لها من كل مكان، يعني حتى الزرار اللي في الجنب ده انت لما بتحط ايدك هنا كده انت سهل ان انت توصل له كده، او ممكن بالعظمه بتاعه العقله من هنا كده. الحكايه سهله جدا. البكره بتاعته على فكره معدنيه وبريميوم يعني، وثابته مكانها جدا، وسهل برضو ان انت توصل لها. الكليك شمال اللي هو اللي قدام، والكليك يمين اللي هو اللي تحت، سهل جدا برضو التعامل معاهم جدا جدا. فالماوس في حته الراحه في مكان تاني نهائيا. ولكن هل بقى كل الكلام ده كافي لانك انت تستخدمه بشكل تنافسي؟ هجاوبك بقى اجابه مفصله، صدقني هتستفيد منها كتير في بعد كده ازاي بتقيم الماوس اللي انت هتشتريه. ولكن خلينا نبتدي ببعض المواصفات اللي لازم نذكرها عن هذا الماوس. صديقي العزيز، هذا الماوس بيجي بسنسور من الفلاج شيبس او من الجيل اللي فات شويه، وهو البيكس ارت بي اي دبليو 3335. يعني هو بص فيه كل اللي انت تتمناه علشان تلعب بشكل احترافي حرفيا. لو انت هتتكلم عن الانش بير سكند او السرعه اللي بيقدر ان هو يدعمها لحد 450 انش بير سكند، وده رقم كبير جدا جدا، مستحيل هتخلي الماوس يعلق معاك باي شكل من الاشكال، خصوصا زي ما قبل كده قلنا ان هو من اول ال100 او ال120 او ال150، فانت اصلا كده في الامان قوي. لكن 450 هي اوفر كيل على اي بني ادم في الدنيا عموما. كذلك الاكسلريشن 40 جي فورس باور و16000 دي بي اي. طبعا ما احناش محتاجين 16000 دي بي اي ولا حاجه، انا اصلا واحد من الناس اللي شغاله 800 دي بي اي على طول. بس خد بالك النسخه البيضاء فيه مواصفاتها مختلفه بصراحه، يعني مواصفاتها اقل للنص، وزي ما بقول لك ال100 اي بي اس برضه هي اكتر من كافيه، مفيش اي مشكله. صدق انا نسيت حاجه مهمه، نسيت اقيس الليفت اوف ديستنس بتاعته دي، بس انا اجيب سيديهات واجي لكم على طول. طب يا جدعان، انا جبت اسطوانات كتير عشان اجرب عليها، يعني اسطوانات من زمان. هيا بينا نتعلم الانجليزيه، حاجات يا جدعان من ايام الزمن الطيب، مع بدايه دخول البي سي يعني في مصر وكده. قاموس الكافي للترجمه بقى وتعلم الانجليزيه، سلام يا جدعان. ده كانت ايام اقسم بالله. تعلم حلول ومشاكل ويندوز اكس بي، كان الجانوس لسه ما حطش على الناس دي. كانت ايام الزمن الجميل والله يا جماعه. كنت تروح تشتري مثلا مجله ب5 جنيه تقريبا، ويقوم مطلع لك معاها سي دي، او ممكن تشتري السي دي لوحده.
كانت ايام جميله وكانت ايام لطيفه يعني، بدايه التكنولوجيا دي يعني ولكن كالعاده مفيش حاجه بتدوم للابد يعني. وللاسف النهارده هنستخدمه في ان احنا نقيس الليفت اوف ديستنس، خلاص ما عادش لهم اي 30 لازمه. للاسف الشديد الليفت اوف ديستنس هنا 2 دي في دي، ما هواش 1 دي في دي. وهنا للاسف نقدر نقول ان السنسور مش معمول له الاوبتمايزيشن الكافي او اللازم لان هو تاخد منه افضل اداء ممكن. هو ما بيعلقش خالص، ده شيء اكيد 100%، ولكن لا هو ممكن يشتغل 1 دي في دي عادي مفيش اي مشكله. وهنا هم مش عارفين يخلوا 1 دي في دي اول مشكله. شكرا الكافي، شكرا اسطوانه ويندوز اكس بي، مع السلامه. كذلك الماوس ده بيدعم ان هو يشتغل عن طريق السلك او عن طريق الوايرلس. يعني هم كاتبين لو انت تستخدم السلك علشان اللو ليتنسي، ولو انت عايز تشتغل بال 2.4 جيجا هرتز فده علشان يعني تاخد تجربه افضل يعني وتجربه احسن. البطاريه اللي فيه 600 ملي امبير واللي هو رقم كويس، 56 ساعه من الشغل على طول المتواصل، او 60 يوم ستاند باي لو ما بيشتغلش محطوط مثلا في العلبه ولا حاجه ومقلوب كده على ظهره، ايا ما يكون السنسور يعني ما هوش لاقط حاجه، هيقضي معاك 60 يوم من غير ما يفصل. 56 ساعه شغل متواصل، رقم كويس ما هوش رقم وحش. الماوس فيه خاصيه المفروض ان هي تبقى ميزه، بس انا بصراحه ما عجبتنيش خالص نهائي يعني، الا وهي الفايبريشن. انت ممكن تفتح الفايبريشن يعني مثلا ايه لما تيجي تضرب كليك يمين او كليك شمال عفوا وانت تضرب، يقوم تلاقي الماوس كده معاك كده، فاهم، يحاكي الريكويل يعني بتاع السلاح. لكن للاسف هو مش بيحاكي الريكويل بتاع السلاح باي شكل من الاشكال، لان كل سلاح هيكون ليه مده معينه او طلعه ونازله معينه. هو ما بيحكيش الكلام ده، هو حافظ باترن معينه ولو انت فضلت معلق مثلا اللي هو انت بتحاكي بقى البرست شوتس اللي هو ايه لا الموضوع فيه بصراحه يعني ملوش لازمه. انا شايف انه ملوش لازمه. ولو انت بتلعب لعبه نوعا ما تنافسيه زي ما انا حاولت اجرب، لا الموضوع هيبقى لبخك شويه، مش هتبقى عارف تسنكرونايز ايه اللي بيحصل على الشاشه مع اللي بيحصل من الماوس. فيعني اتمنى ان احنا نشوفها في الاصدار الجاي تبقى تفاعليه اكتر، تبقى احسن زي مثلا الحاجات بتاعت البلاي ستيشن او الدراعات الحديثه عموما بتدي لك فيدباك افضل بكتير من الفيدباك دي. حابب برضو ان انا اتكلم عن الاضافه اللي جايه معاه، ودي اضافه بتتركب كده ما فيهاش اي حاجه تمسكها، هي بس بتتحط كده اهو، شايف ما فيش مجرى ولا اي حاجه بتخش فيها. ودي المفروض ان هي بتسند عليها ايدك بالمنظر ده من هنا، او ممكن تحطها قدام عشان تسند صبعك ده زي ما انت عايز. هي عموما جميله بتخليك تريح ايدك، لان انا لاحظت ان انا من غيرها الجزء ده من ايدي بيخبط في الباده فبيفرمل الماوس غصب عنه يعني، فده طبعا بيبوظ تجربه اللعب. انما كده هي فيها اصلا رجول من تحت ماوس فيتس وبتاع، فبتجري عادي معاك وايديك مسنوده. لكن اللي لاحظته منها كالتالي، ان انا وانا ساند ايدي كده الدنيا تمام وانا بلعب يعني، فاهم، لان دي مسنوده كده على ارض صلبه. لكن بمجرد ما برفع ايدي في الهواء، بص ايدي بتتنيها ازاي، بتنزلها لتحت ازاي كده اهو. مجرد بقى لما تيجي ترجعها بتروح خبطه ايدك، دي بتضايقك جدا. الموضوع ده بيضايق، فلازم يكون في حل للموضوع ده في الاصدار الجديد، انها تبقى مجرى تخش فيها او كليبس او ايا ما يكون، يبقى في هنا فتحه مثلا وهنا سن يدخل فيها كده يثبتها 100% ما تتحركش. لان الموضوع فعلا انا لاحظته من اول يعني ايه، من اول في الكايه انا لاحظت الموضوع ده وانا برجع، لا اتضايقت جدا وانا بحط ايدي لحد ما دققت وخدت بالي من الموضوع ده. فكره التريجر نفسها جامده قوي وبتدي لك احساس ان انت بتضرب وبتاع وفي تحكم شويه، لكن هنا ما اتطبقتش بالشكل المطلوب الحقيقي. انت لو دققت كده جوه هتلاقي ان هي من جوه محطوط سويتش اسود ميكانيكال. للاسف انا شايف ان اختيار وضع سويتش ميكانيكال ده مش اختيار كويس. بص يعني هو غالبا لو كان مثلا استخدم حاجه زي التريجرز بتاعت الدراعات دي، كنت هتعرف مثلا تظبط الاكتيويشن بوينت، وان انت تعرف تخليه لا على حته صغيره يضرب جزء لا جزئين لا سريع لا بطيء مش عارف ايه، كان هيبقى فيه تحكم اكتر واكتر وكان هيدي لك تجربه لعب افضل. ثانيا السويتشات الميكانيكال للاسف بالذات الاسود بتزود التوتال ديلي بتاع الماوس او بتاع الكيبورد عموما. انا قبل كده كنت عملت قياس، كنت بعمل لكم فيديو بس بصراحه كسلت ان انا انزل الفيديو ده، كنت محبط جدا. وكان الديلي بتاع السويتش الاسود لوحده المتوسط بتاعه 9 ملي ثانيه. 9 ملي ثانيه هيزودهم لك هذا السويتش بس. وعموما بالنسبه لقياسات الماوس انا مش هقدر اقول لك ان هي الافضل على الاطلاق نهائيا، هي كويسه ولكنها ليست الافضل. يعني هو حقق معايا 18 وكسر ملي ثانيه، هتبقى طالع لك دلوقتي الرقم على السلك، و20.8 ملي ثانيه على الوايرلس ده للاسف الشديد. وزي ما بقول لك هيبقى منهم تقريبا 9 ملي ثانيه للسويتش بس. فلو كانوا اختاروا مثلا سويتش لينير وزي الحاجه زي السيلفر مثلا، كنت هتلاقي الديلي نزل جامد. يعني هو كان تقريبا السيلفر لما كنت قسته بتاع شيري ام اكس بسم الله الرحمن الرحيم كان تقريبا في رينج ال 2 ملي ثانيه واحد وكسر. فلا كان هيبقى افضل بكتير، بس كان هيبقى ناعمه قوي، كانت هتبقى خفيفه. هم اكيد مش عايزين كده، عايزين يدوا لك الاحساس نوعا ما.
ولكن دي لها سلبياتها، واتمنى انها تتحل بان احنا نشوف تريجرز ازاي بتاعه الدراعات اللي انت تعرف تظبط المسافه، تعرف تتحكم في المشاكل دي عشان تتفادى الديلي. وكمان انت بالتريجرز دي لو فيها متقدمه اكتر زي بتاعه البلاي ستيشن وكده، لا هتبقى بترد معاك عشان الريكويل وكده، هتبقى طبعا اختراع اجمد بكتير يعني. فاتمنى انا اشوف الكلام ده في الاصدار الجديد. البرنامج بتاعه ما فيهوش كلام كتير، انت تعرف تعمل ادجستمنت لكل دراع لكل زرار يعني، تحط له مهمه خاصه وكده، بيبين لك الشحن، ولو بيشحن بيقول لك ان هو بيشحن. تعمل بروفايلات، تغير الدي بي اي، تحط كذا بروفايل، تخليه 1000 بولينج ريت او 125. مفيش اي تحكم كتير، هو اصلا يعني ما فيهوش حاجه كتير تتحكم فيها يعني. تعمل ماكرو، بصراحه ما جربتش ان انا اعمل ماكرو، مش مهتم بمواضيع الماكرو دي، بس يعني هو برنامج عادي يعني، مش بيضيف لك جديد، ولكن بيخليك تتحكم في كل الزراير دي على قدر الامكان يعني. اوفرول تجربتي مع الماوس ده كانت اكتر من ممتازه من حيث الراحه، حرفيا ده اكتر ماوس مريح وفعلا بيريح ايدك، بيحسسك بالدقه في الحركه لان انت ماشي مع طبيعه ايدك. وفعليا والله حته الدقه دي فارقه معاه. انا من اول يوم جربت فيه الماوس ما حسيتش، او من اول لحظه جربت فيها الماوس ما حسيتش بصعوبه في التحكم فيه يمين ولا شمال، ولا اضطريت ان انا اغير الدي بي اي ولا اغير السنسيتيفيتي ولا اي حاجه. انا على نفس اعداداتي مشيت كويس والدنيا تمام التمام معاه. ولكن للاسف الشديد الحلو ما بيكملش، الماوس ما فيهوش مشكله ولا اتنين، ده فيه عده مشاكل اتمنى جدا جدا في المستقبل ان هي تتحل. كان معكم نبيل في اولى التجارب البلبليه، سلام.